كان والداي يتظاهران بأنهما متسولان ميوزك في كل مرة يخرجان فيها، لكن بيتنا كان واضحا أنه يخفي عدة سيارات فاخرة. كانوا يفضلون أن أتناول البطيخ الذي يصل سعره إلى 80,000 دولار للباوند بدلا من أن يخبروني الحقيقة. كان والداي في الأصل أغنى رجال الأعمال في البلاد، لكن لتعليمي التواضع تعمدوا التظاهر بالفقر لمدة 18 عاما. لم أكن أعلم أي شيء عن ذلك. لقد سجلت نفسي حتى في برنامج واقعي للمساعدة في تخفيف ميوزك عبء العائلة. كان بإمكان الأطفال الفقراء الذهاب إلى المدينة لتجربة يوم في حياة الأغنياء. قبل أن أغادر أعد لي والداي حقيبة مليئة بالمكونات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لكن في عيني كانت تبدو رخيصة، وأخذتها إلى موقع التصوير. جاءت سيدة غنية ميوزك لتأخذني. حضرت لي وليمة فاخرة. تضمنت الأطباق أرزا بسعر 9,000 دولار للباوند، وفواكه تصل قيمتها لعشرات الآلاف من الدولارات. حتى المشاهدون الذين كانوا يتابعون البث المباشر أشادوا بها واحدا تلو الآخر. أثناء الوجبة سألتني السيدة الغنية عن طعم الطعام. أجبت بهدوء أنه مشابه لما أتناوله في البيت. لم تعر السيدة الغنية ميوزك كلامي اهتماما كبيرا، وأحضرت لي وعاء من حساء الفطر. قلت بشكل عابر إن عائلتي غالبا ما تشرب هذا النوع من الحساء. لم يستطع ابنها جاك تحمل ذلك بعد الآن. هددني بأن أتوقف عن الكذب. تغيرت أيضا تعابير وجه السيدة الغنية. حتى المشاهدون في البث المباشر ميوزك استطاعوا معرفة أنني كنت أتهم بالكذب، لكني كنت مرتبكا. لإثبات نفسي أخرجت الحقيبة التي أعطاها لي والداي. موسيقى كانت مليئة بالمكونات نفسها للأطباق الموجودة على الطاولة، لكنهم كانوا قد تشككوا بي بالفعل. كل ما فعلته بدا كذبة. في تلك اللحظة أراد جاك الذهاب إلى الحمام وأخبرني أن أذهب معه. في الواقع كان يضع عينه على إبريق شاي أثري في ممر الفندق، لأنه لم يكن طويل القامة بما يكفي. طلب مني مساعدته. نجح في أخذ الإبريق، لكنه أسقطه عن طريق الخطأ وكسره. صادف أن شاهد المدير هذا المشهد. غضب بشدة لأن الإبريق كان يساوي نصف ميوزك العالم. فورا ألقى جاك اللوم علي، كما وقف والدا جاك بجانبه. لم يرغب أحد هنا في تصديقي. لحسن الحظ كان والداي يشاهدان البث المباشر منذ البداية. تحملا كل العملية، وأخيرا قررا القدوم إلى الفندق للدفاع عن حقي والوقوف بجانبي.